تفتكر لو كل الآثار المصرية اللي اتسرقت رجعت بلدها، كان شكل المتاحف في العالم هيبقى عامل ازاي؟ تعال نشوف أشهر 5 قطع أثرية مسروقة ولسه بره مصر لحد النهارده. حجر رشيد، القطعة اللي غيرت التاريخ كله، الإنجليز خدوه سنة 1801 بعد ما هزموا الفرنسيين، ودلوقتي معروض في المتحف البريطاني في لندن، وما عندهمش أي نية يرجعوه. تمثال نفرتيتي، التمثال اتلقى في تل العمارنة سنة 1912 واتهرب لألمانيا بطريقة مش واضحة، ودلوقتي موجود في متحف برلين، ومصر بتطالب بيه من سنين بس مفيش فايدة. القناع الذهبي للملك بيسوسينيس الأول، قناع فرعوني نادر جدا من انقى انواع الذهب، بيمثل ملك مجهول بالنسبه لنا شويه بس قيمته الفنيه رهيبه، وموجود حاليا في متحف اللوفر في باريس. تابوت الملك سيتي الاول، ده ابو الملك رمسيس الثاني. تابوت الرخام الابيض اللي قدامك ده اتسرق واتنقل انجلترا، ودلوقتي معروض في متحف في لندن وقيمته ما تتقدرش بفلوس. مسله كليوباترا، دول مسلتين فرعونيتين من اسكندريه اتنقلوا في القرن ال 19 كهديه على ايد محمد علي، ولحد النهارده واحده موجوده في لندن والثانيه موجوده في نيويورك. تفتكر هيجي يوم والقطع دي ترجع؟ هستنى اجابتك في التعليقات.